ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده القرص الطريه. ممكن تحلي بيها بعد الفطار، وممكن تسحري بيها. جميله قوي، وهتنجح معاكي من اول مره، وهتبقى هشه من جوه، والطعم ولا اروع من كده. يلا بينا نروح نشوف عملنا القرص الجباره دي ازاي. ولو انتي اول مرة بتشوفيني، انا شيماء داوود، ودي قناتي. ارجو منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا هنزله على القناة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونروح نشوف عملناها ازاي. هنعمل مع بعض النهاردة القرص الطرية. هنجيب كيس من الخميرة، هنحطه كده في كوباية، في نص كوباية من اللبن، ومعاه معلقتين من السكر عشان نختبر الخميرة اهيت. هنسيبها على جنب. وبعد كده بقى هننخل الدقيق، وهنحط عليه سمسم. لو مش عايزه تحطي سمسم عادي يعني، مش مشكله. هنحط كيس بيكنج باودر اهوت. نحط كيس بيكنج باودر. هنحط مع بعض نص كوب من السمنه او الزيت. انا حطيت زيت ذره اهوت، نص كوب من الزيت الذره اهوت. هنعمل هنعمل الزيت كده مع الدقيق اهوت، مع البيكنج باودر اهو. هندخل بس الزيت او السمنه في الدقيق اهو. وبعد كده هنحط قشطه. دي قشطه وش اللبن، عندكيش قشطه مش مشكله. وهنحط كوبايتين من الزبادي. هنحط اهم كوبايتين من الزبادي اهم. وهنقلب برضو كله ده مع بعضه اهو. الزبادي مع القشطه. بعد كده هنحط مع بعض الخميره اهي. هنحط مع بعض الخميره اهي. وبعدين هنحط كوب من اللبن اهوت. هنحط كوب من اللبن، ونقوم بقى ايه عاجنين كل ده مع بعض. تبع الدقيق، لو عوزتي لبن حطي، يعني كل دقيق مش بيبقى شكل بعضه. انا حطيت اهوت كوب من اللبن، وهشوف لو احتاج هحط كمان لبن لغايه ما العجينه تلم معانا وشكلها. هعوز طبعا اهوت لبن اهي، لان العجينه ناشفه قوي. حطينا بقى، حطيت اهوت كمان كوب من اللبن، وهنعجن اهوت. بس هنفضل نعجن بقى فيها كده لغايه ما تنعم معانا، ونقوم سايبينها على جنب لغايه ما تخمر. لازم العجينه تخمر معانا، ولازم نختبر الخميره علشان نشوف الخميره إيه شغاله ولا لا. ده من نجاح برضو اي معجنات معانا. هنفضل بقى نعجن فيها كده لمده ربع ساعه لغايه ما تنعم معانا، وهوريها لكم.
لسه برضو هي بتعمل معانا، عايزه برضو شويه دقيق. بس هنعجن لغايه ما نلاقيها ما عادتش بتلزق في ايدينا او بتعمل كده. هي تبقى كده هي اتظبطت اهي. اهم حاجه في المعجنات زي ما اتفقنا العجن، تعجنيه كويس هيطلع معاكي نتيجه كويسه. مش هتعجنيه كويس مش هيطلع معاكي نتيجه كويسه. هي برضو لسه بتشد اهي. انا قطرت مني برضو هحط لها شويه دقيق، لان معروف ان عجينه الفطير لازم تكون قويه معانا، ما بتلزقش كده. هنعوز برضو كمان شويه دقيق اهي، وهنعجن لغايه ما الدنيا تتظبط معانا اهي. نفضل نعجن اهي. العجينه اهي معانا بعد ما ظبطناها بالدقيق اهي، شايفين بقت متماسكه ما بتلزقش اهي، ما بتلزقش. هنفضل بقى نعجن فيها كده ولغايه ما تنعم معانا خالص. احنا اتفقنا ان لازم اهم حاجه العجن واللي احنا بنعمله دوت في اي معجنات عشان تنجح معانا اهي. هنعجن فيها كده كويس لغايه ما تنعم ونسيبها بقى ترتاح وبس. خمرت اهي، شايفين اهي العجينه معانا بعد ما خمرت اهي، شايفين ملمسها ناعم ازاي. هنقرصها برضو كده، هنعملها كده وبعد كده هنقرص القرص الطريه اهي. هناخدها على حجم القرصه اللي انت عايزه تعمليها، عايزه تعمليها كبيره عايزه تعمليها صغيره، على حجم القرصه اللي انت هتعمليها تقرصي اهي. انا هعملها مثلا الحجم ده، وهجيب صينيه زي دي وهرشها دقيق وهعمل كله على كده اهو. هقطع واقرص. احنا اتفقنا ان اهم حاجه تريح العجين معانا، كل ما ريحت العجين كل ما اداكي نتيجه افضل. دلوقتي احنا عجناها وسيبناها تخمر، ودلوقتي برضو هنقرصها كده وهنسيبها تخمر اهي. هعمل كله بقى على كده، وعلشان ما اطولش معاكم اهو هنقطع واقرص كل الكميه على كده. جبنا العجوه اهيت، مع اننا في الشتاء هنحطها في الميكروويف تسيح معانا، او لو مفيش ميكروويف هنقيد الفرن شويه ونطفيه وندخلها فيها تبقى معانا كده. هنحط عليها شويه زيت ونكورها زي ما انتم شايفين كده اهو. هنكور كل اللي معانا دوت زي ما انتم شايفين. هي كانت جامده اما دخلتها الفرن بقت معايا طريه وكده وحلوه اهي. هنكورها كلها كده عشان نعمل بيها القرص. دوت منظر العجوه بعد ما كورناها اهيت. كورتها اهيت عشان اعمل بيها القرص اهي. شايفين يا جماعه القرص الطريه اهيت، شايفين شكلها بعد ما خمرت شايفين. وده برضو من نجاح ان هي تنجح معاكي، ان هي تخمر كده، تسيبيها تخمر كده لغايه ما تخمر زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو تحطوها في مكان دافي وتسيبوها تخمر. شايفين اهوت اهو منظرها اهو، منظرها اهوت. يا رب يكون الكاميرا مبيناه اهو. تدخل بقى الفرن تطلع ولا اروع من كده. شايفين يا جماعه منظر القرص عامله ازاي، لسه دلوقتي طالعه من الفرن. شايفين عشان سيبناها اختمرت طالعه جميله معانا ازاي. كل ما قلت لكم كل ما سيبنا الخميره تختمر كل ما تزداد حلاوه معانا. وهذه المنظر الاخير اهوت، ولا قدت الشوايه ولا اي حاجه خالص، وما شاء الله طالعه هي بتتكلم عن نفسها ما شاء الله. يا جماعه منظر القرص الطريه اهيت. انا ما دهنتش وشها اي حاجه عشان تبقوا انتوا عارفين، بس اهم حاجه عشان القرص تنجح معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت لازم تخمروها كويس. بعد ما تعجنوها تخمروها كويس، بعد ما تشكلوها تخمروها كويس. ولو الجو ساقعه والعجينه ما خمرتش معاكي ايدي الفرن وحطي العجينه جنبها هتلاقيها اختمرت وبقت مية مية. شايفين قلبها، شايفين قلبها فاضي ازاي اهوت اهي. وطعمها مش قادره اقول لكم عليه اهي، تحفه 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 اهو. من كيلو دقيق برضو عملنا قد ايه،
ولسه كمان في كمان حبة، بس انا ما حطيت دول بس اهم. اعملي كل حاجة ببيتك ووفري، اهم حاجة توفري ونظافة، وعارفة انت بتأكلي ولادك ايه. اهو شايفين الجمال اهو، يا رب تكون باينة معاكم اهي. شايفين المنظر الجميل ده؟ تخلي ريحة البيت كده تحفة كده بالعجن بتاعك وبالمخبوزات بتاعتك. انا بعشق المخبوزات اصلا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتقوموا تعملوا القرص الجبارة دي، هتنفعكم والله. ممكن تحلوا بيها بعد الفطار، وممكن برضو لما تتسحروا تحلوا بيها. جميلة ومش هتكلفك حاجة. قومي اعمليها ما تكسليش، طعمها تحفة وهشة خالص من جوه. يلا قوليلي رأيك في التعليقات. باي باي، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير.